قررت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني اليوم الخميس قرارها النهائي بشأن طرد تشافي هرنانديز المدرب برشلونة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد الماضي ضمن منافسة الجولة 29 من اللائحة. وقررت اللجنة رفض الاستئناف الذي قدمه برشلونة من أجل إزالة الطرد الذي حصل عليه تشافي، وقررت إيقافه مباريتين أمام لا باس بالماس وقادش، وبالتالي سيكون بمقدور تشافي التواجد على مقاعد البدلاء البلوجران خلال مواجهة الكلاسيكو يوم 21 إبريل نيسان المقبل. وبحسب بيان اللجنة فإنه وفقا للمادة 127 تم إيقاف تشافي مباريتين مع تغريمه 600 يورو، تغريم النادي برشلونة 700 يورو. وكان تشافي قد تعرض للطرد في مباراته